أهلا أهلا، يسعد صباحكم حبايبي، كل عام وانتم بخير. سنة جديدة إن شاء الله يا رب تكون أخف على قلوبكم، مليانة صحة ودفى ولمات حلوة. بما إنه الجو شتاء وبرد فبدأ مفتول، بس هالمرة مو أي مفتول، بدنا نعمل مفتولات تيتا حبيبتي على أصولها. عاملين اليوم جمعة عند بيت تيتا وقررنا نطعميها مفتول. إحنا دار أختي وخالاتي وماما كلياتنا رح نكون موجودين. خلينا أحكي لكم إنه كل الأكلات الزاكية اللي بتشوفونا عم نعملها هي أكلات ورثناها من تيتا، وكلياتنا بالعيلة ماشيين على نهجها. أول شي رح نعمله نقلب البصل مع الزيت والدجاج، رح نحط بهارات بسيطة، ملح، هيل وعين الجرادة. أنا لما قالت لي خالته عين جرادة قلت لها شو يعني عين جرادة؟ إحنا بناكل عين جرادة. فطلعت القصة إنه هاي البهارات شكلها بيشبه عين الجرادة فسموها عين جرادة، فهي اللي بتجيب دايما طعمة المفتول. بس يتحمر الدجاج مع البصل بنصب عليه مي مغلية وبنتركه يستوي شوي. بعدها رح نحط تفريمة البندورة على الشوربة، وبعد 10 دقايق تقريبا احنا رح نكون مجهزين باذنجان المقشر والمقطع بنحطه فوق الدجاج، وبعدها بنحط القرع الأصفر، بنتركهم يتسبكوا هيك شوي مع بعض ويعطوا الطعم الزاكي. شوفوا هلا احنا بالعادة المفتول بنسخنه بالمفتولية فوق مرقة الدجاج، بس ما انه احنا عاملين كمية كبيرة تقريبا 7 كيلو، فالمفتولية صغيرة ما حتوسع، فاستعملنا المفتولية كبيرة والشوربة عملناها بطنجرة تانية. المفتول حطينا تحته مي علشان يسخن ببخار المي. خلينا أحكي لكم إنه إحنا المفتول بنبيعه مهبل تهبيلتين مفرز وجاهز، محطوط عليه زيت زيتون وبصل. بس بدك تسخنيه وتعملي المرقة وتجربوها بطريقة تيتا على أصولها. أجدادنا كانوا بيحبوا دائما زيت الزيتون يكون كتير واضح والبصل بالمفتول، عشان هيك إحنا زدنا كمية زيت وبصل بالمفتول المفرز عشان يطلع مثل ما بتحبوا تيتا. ماما كانت متفقة مع خالته إنه هي رح تعمل مرقة مفتول بلحمة، وخالته الدجاج، يعني بتعرفوا لازم نرضي كل الأطراف، اللي بيحب هيك واللي بيحب هيك. وطلعت بتشهي بشهادة تيتا، المفتول مثل المنصف زكاته من الصدر مباشرة. وبعد هالأكل الزاكي ختمناه بفنجان قهوة زاكي. الله يديم يا رب اللمة ويحفظ لنا تيتا ويخلي دايما بيوتكم عامرة بالخير.